اليوم راح ندير معاكم واحد الكراتان خفيف وظريف وسهل وبنين بالنصف صدر تاع الدجاج وحبة بصل وشوية بطاطا. كما راكم تشوفوا هذا الكراتان تاعي جا شهي ما شاء الله. قبل ما نبدا معكم الوصفة نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا في مقلاة جبت حبة بصل، هذاك بصل الطويل الخضر، درتها في الاشواح تاع قطع رقيقة رقيقة، درتها في مقلاة ودرتها شوية زيت ودرت لها مغرفة تاع السمن، وهكذا دوك نبدا نقلب هذاك البصل تاعي حتى نشوفو ذبال شوية باش ندير هذاك الدجاج. هكذا نخلط فيه، وهذا البصل راح يعطينا بنة في الماكلة، يعني مليح كان نطيبو به لي غراتان ولا راح يعطينا بنة مليحة. ولا انا بعد ما ذبل شوية داك البصل جبت هذاك نصف صدار تاع الدجاج اللي كنت قطعته مربعات صغار هكذا. ولا حب يدير بولي اشي يدير بولي اشي، انا كان عندي صدر تاع الدجاج نصف صدر قطعته رقيق رقيق هكذا. هكذا نخلطه مع البصل هكذا حتى نشوف كامل تقلى، يعني حتى تبدل اللون تاعو ولا اللون تاعو ابيض هكذا باش نديرلو التوابل. وهنا التوابل ما عنديش بزاف، عندي شويه ملح، فلفل اسود، وشويه سكنجبير، يعني كما نعرفو الدجاج يحب السكنجبير. ودرتو هنايا شويه راس الحانوت هكذا، نبقى نخلط فيه. ولهنا التوابل تاعي باش ما نحرقوليش، يعني نعرفو التوابل كي نحرقو راح يعطونا مرورة، راح نزيدلو واحد نص كاس تاع الماء، يعني باش هكذاك يطيب الدجاج هذاك والبصل كامل بلا ما ينحرقولي. هكذا نزيدلو نص كاس تاع الماء ونقص عليه النار ونخليه يطيب غير بالعقل حتى نشوفو كامل نشف، يعني هذا الحشوة تاعي هذه نشفت باش نحيها. ومن ناحية أخرى كنت نقيت البطاطا، يعني شوية تاع بطاطا وقطعتها مربعات صغيرة يعني دبتيدي، ودوك راح نقليها معاكم وتشوفوا الطريقة تاعي كيف نقليها. يعني نقليها بلا زيت، يعني كما راح ندير كراتان باش ما يجينيش ما يدوم بزاف، راح ندير لو خام دو فروماج وكامل. وتشوف الطريقة كيف راح نقلي ديك البطاطا. ولا هنا بعد ما طاب هذاك الدجاج جبت ان ريسيبيان دوك نفرغو كامل ونخليه يبرد، وروح هذا نفس المقلة هذه نروح نمسحها ونقلي فيها هكذا. دوك راح نديرها تسخن ونقلي فيها، يعني كما قلت لكم نقلي بطاطا بلا زيت. وهنا هاي المقلاة تاعنا وريتها لكم، يعني ما فيها لا زيت لا والو. انا جبت بابي باه قطعته مدور على حسب المقلة فرشته الداخل. وهنا الزيت شوف شحال درت زوج مغارف، هذا واش درت. ونجيب هذيك البطاطا اللي كنت نقيتها وقطعتها دوك نزيدها في المقلة ونخليها تقلى. انا ما حبيتش نفورها، لقيت كي نفورها ما كي تبرد تولي هذيك البطاطا تولي يابسة. ولا قليناها في الزيت ثاني راح تشرب لنا الزيت بزاف، والكغاتان تاعنا راح يجينا ميدوم. وهكذا يعني مام هذا البلا هذا يولي مسحب الريجيم، يعني ما فيش الزيت بزاف. دوك نغطي عليها ونخليها طيب. ولا هنا ما كنت ما نقصتلهاش النار، نتوما نقصوا النار وخلوها طيب على نار قليله. انا كنت ما نقصتلهاش النار، كي جيت نخلط فيها كان ديجا حمارت من تحت. وشو نقصوا لها النار وخلوها طيب على غير بالطبع غير بالعقل هكذاك باش منها طيب وتزيد تحمر لنا. هكذا خلط فيها ونغطيها، يعني حطي بنا بهذيك لابابور وبلا ما تلصق بالمقله. وشوفوا لهنا راح نزيد نخلط فيها قدامكم، شوفوا يعني راني نخلط فيها بسهوله بلا ما تلصق لنا، ما ولو هي راهي طيب. وهذا دوك تشوفها كتحمر بلا ما فيها لا زيت لا والو. ومن ناحية أخرى كنت جبت كاسرونة درت فيها كاس ونص تاع حليب ومغرفة تاع مايزينا. يعني هنا المغرفة المايزينا درتها قليلة، كمية تاع مايزينا درتها قليلة على الحليب، يعني هكذا باش هاديك لا كريم دو فخوماج تاعي حبيتها تجيني شوية جارية. هكذا نخلط فيها. وشوفوا البطاطا هنا راهي طابت البطاطا، يعني نخليها تزيد تكمل طيب شوية. وانا نخلط في هذاك لا كريم تاعي. وهنا كي نشوف هذيك لا كريم بدات تغلي نزيد لها بخوماج. ولا هنا شوف ما عقدتليش بزاف كيما قلت لكم، درت الحليب كاس ونص ودرت مغرفه تاع مايزينا. هذيك ما جاتنيش ثقيله، انا كنت حابه كريم تكون خفيفه شويه. باش نعرفهم بعد كي نديرها بخوماج وكامل تبرد حاجه تثقل شويه. ولا هنا درت لها كميه مليحه تاع فخوماج فوندو، يعني مغرفه كبيره
وزدت لها بخوماج غابي، ونبقى نخلط فيها هكذا. ولا انا كنشوفها هكذا خفيفه، ما تقولوش بلي راح تبقى هكذا خفيفه، خاطر كي تبرد راح تعقد لنا شويه. وانا حبيتها هكذا شويه خفيفه، باش يعني كي نديرها مع داك الخضره الدجاج والبطاطا هذا اسمها يتشربوا هذوك، تدخل كامل من تحت في القاع. هكذا شوف كيفاه جات. ولا انا نكمل نخلط فيها ونطفي عليها. شوف كيفاه جا. ودوك هنا كتشوفها هكذايا، راح كي تبرد راح تجمد شويه. يعني هنا باش تشمخ لنا كامل هذاك الدجاج والبطاطا، هذاك حداتها شويه جاريه. ولا هنا بعد ما طابت البطاطا تاعي، البطاطا عفوا، شوف كيفاه جات. يعني هنا البطاطا راهي طايبه، ماشي تقول ما طابتش ولا كتشوف هكذا بيضه. دوك نضيفها مع داك الدجاج والبصل. ولا هنا البطاطا نزيدو لها شويه ملح، وزيدو شويه فلفل اسود اللي حب يزيد. يعني هذا التوابل جات تكون درت التوابل هذوك، يعني ما يخصنيش بزاف، انا يخص غير الملح برك. زيدو لها شويه ملح. وهكذا نخلط كامل هذيك البطاطا مع الدجاج، ونروح نجيب لي غامكان تاعي باش نديرهم فيهم. ولا هنا انا حندير انجيفيديال كل واحد يعني المغامكان تاعو. يعني ما حبيتش ندير ان بلا كبير، درت كل واحد وحده. واللي يحب يدير في ان بلا كبير يديرو على جهه. ولا هنا بعد ما جبت لي غامكان هذوك، دوك راني نعمر فيهم كامل. يعني قبل ما ندير هذيك لاكريم فخوماج انا درت هذه الخضره تاعي. دوك هكذا باش تجي في نفس الكميه، يعني كامل دوك نصوبيهم باش كامل اللي يجو كيف كيف. وما ندير لاكريم من الفوق. يعني راكم تشوفوا هذا الكغاتان اقتصادي، ما فيش بزاف، يعني شويه بطاطا بصله مع شويه صدر تاع الدجاج. وانا اللي درت كغاتان بنين وشهي. هكذا دوك كامل نستف هذيك الخضرة تاعي، ودوك نبدا ندير هذاك لاكريم من الفوق. ولاكريم ثاني نفوت ندير هكذا زوج مغارف في كل غامكة، ومن بعد كي تبقى لي نزيدها باش تجيني نفس الكمية. يعني شوف لاكريم راهي جارية شوية هكذا، باش هذيك الحشوة هذيك تشمخ لي من التحت، ما تبقاليش ناشفة. واتمنى الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله يعجبكم، وينال رضاكم. وانا شتو عطيتكم لاستيوس يعني تاع البطاطا، كي تحبوا تقلوها بلا زيت، ديروا بابي باغ في المقلاة برك، وديرها زوج مغارف تاع الزيت وبطاطا، ونقصوا عليها النار وخلوها طيب. يعني كي تفوروها راح تجي ناشفة، ما كي تبرد تولي يابسة. مي هكذا كي تنقلها تجي مليحة، بلا ما تشرب لنا الزيت. وهكذا بعد ما درت هذيك لاكريم كامل، ما يعني باليد تاع فرشيطة، ولا انا هكذا نحل في الوسط باش لاكريم نخليها تدخل كامل في لو فون من تحت. ودوك نزيد لها شويه فخوماج غابي من الفوق، يعني هذاك باش يعطينا هذاك الاحمرار للوجه برك. وانا شعلت الفرن تاعي، دوك نديرها في سنيوة ونخليها تحمر. يعني نخلي هذا الطبق هذا الغاتا تاعي هذا نخليه يتحمر هكذا. وفي الاخر شو كي وجدتهم كامل، ودوك نديرهم في سنيوة ونخليهم يتحمروا، نعاود نتلاقى بكم. ولهنا بعد ما تحمروا وجبدتهم، شوفوا الوجه تاعهم جا شباب وجاو محمرين ما شاء الله. نتمنى الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. ولا ما عجبكم ما تنساوش تدخلوا لي لايك، يعني خاصة حرصوا على اللايك خلوه، واشتراك في القناة اللي مازالوا ما اشتركوش، وبارطاجوا هذا الوصفة مع أهل والأصدقاء حتى تعم الفائدة. وفي الآخر نقول لكم إلى اللقاء، إلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله. سلام حبيباتي، سلام.